النوع التاني معانا من الاسئله هو زي ما قلنا هو الاوبن اندد كويستشنز او الاسئله ذات الاجابه المفتوحه. الاوبن اندد كويستشنز دي بتساعدك ان انت تطلع معلومات من العميل اللي قدامك او الشخص اللي بتتكلم معاه سواء في الاسره او في الشغل، بتخليه يطلع كل اللي جواه، يشرح اكتر، يستفيض في المعلومات. بعض الامثله في الاوبن اندد كويستشنز: ايه اللي عجبك في المنتج؟ ازاي نقدر نساعدك في حل المشكله؟ طب ليه قررت تاخد القرار ده، او ليه قررت تروح مع المنتج ده او تعمل الحاجه دي؟ الاسئله دي بتخلي اللي قدامك يعبر عن مشاعره وافكاره بشكل مفصل، بتبدا انت تعرف دماغه وتقدر تفهم هو بيفكر ازاي، وتقدر تعرف تفضيلاته، وبالتالي تقدر تقدم له الحاجه الصح اللي هو عايزها. يا سلام لو مع الإجابة أثناء ما هو بيجاوبك وبيشرح لك وبيستفيد يكون معاها الأكتيف ليسننج اللي اتكلمنا عليها في الحلقة قبل كده، ممكن ترجع تشوف. امتى نستخدم الأسئلة المفتوحة؟ لما تبقى مش عارف اللي قدامك ايه التفضيلات او ايه البريفرنسز بتاعته. الحالة دي انت بتحتاج تسأل أسئلة مفتوحة علشان تقدر تجمع هو بيفكر في ايه وعايز ايه وايه اللي في دماغه. وزي ما قلنا قبل كده، بدل ما تسأل هل عجبك المنتج، اسأل السؤال ايه اللي عجبك في المنتج. في الحالة دي انت هتغير طريقة تفكيره من ايوه او لأ، لان هو هيبدأ يفكر في حاجات عشان يجاوبك عليها هتبقى بوزيتيف في البرودكت بتاعك. الحاجات دي انت ممكن تاخدها وتبدأ تبني عليها الكول بتاعتك. بالتالي الأسئلة المفتوحة بتساعدك ان انت تكون صورة افضل، تطلع معلومات اكتر، وبتساعدك انك تفهم العميل اللي قدامك بصورة احسن، فبالتالي تقدر تتيلر المسج بتاعتك او البيعة بتاعتك في الوقت ده على حسب الكلام او التفضيلات بتاعة العميل بتاعك. وفي دراسة من جامعة ستانفورد بتقول انه الاسئلة المفتوحة بتساعد في زيادة حجم المحادثة بنسبة 80% اكتر من الاسئلة المغلقة، وفي الحالة دي بتساعدك ان انت تقدر تعرف اكتر عن اللي قدامك وتقدر تفهم دماغه وتفهم هو بيفكر في ايه.